مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ ثابت وانا كلام كل الناس. طبعا كل سنه جديده بتبقى جايبه معاها طموحات واماني واحلام وقرارات كبيره وشويه لب وسوداني واماني والسود عيون وحاجات كتير جدا. بس الاهم من كل ده هو الموسم السنوي لظهور الكائنات الغريبه العجيبه اللي بتطلع في بدايه كل سنه. قبل ما نكمل اعمل لايك وسبسكرايب واستنى في اخر الحلقه عشان في مفاجاه هتعجبك جدا. هتلاقي الناس دي حوالين منك في كل مكان، بتفكر، بتتأمل، بتحلم، عندها طموح، مش زي رمضان صبحي، لا طموح وترجع بالسلامة. أول نوع بقى من الأشخاص ده بتلاقيه قاعد معاك على القهوة، تاخده كده الجلالة، يقوم قايل لك بصوت مبحوح كده: أنا هبدأ صفحة جديدة، لازم السنة دي أغير حياتي، إحنا لازم نتغير يا جماعة، إحنا لازم نتغير، إحنا لازم نطور من نفسنا. يا حبيبي ازاي بقى؟ هتعملها ازاي؟ ايوه قول له بقى. يقوم قايل لك بقى بمنتهى الثقة وبمنتهى الأريحية: هنعمل خطة، هنحط بلان وهنخطط وهنحط أهداف واضحة عشان نمشي عليها. والحقيقة بقى إن البلان دي هي أول حاجة هينساها أصلا، أول حاجة هيسقطها. يعني يا جماعة بلاش نخدع نفسنا، الخطط والبلان من أيام الثانوية العامة وهي فكرة فاشلة جدا. في الأول بتدخل بحماس، تحط خطة وتعمل بلان وتعمل جدول وترسم رؤية مستقبلية كأنك مدير شركة، وفي الآخر البلان دي بتنتهي في درج المكتب وتقفل عليها بمفتاح، والمفتاح نفسه بتشيله في مكانه وبتسقط بعد كده أنت وديته فين. نصيحتي بقى ليك يا معلم: فكك خالص من جو التخطيط وجو البلان وجو الجداول والكلام ده، ومشيها بالحب، مشيها بالفهلوه. الفهلوه يعني في البلدي منه، بالبلدي منه. الحياه كلها ماشيه بالفهلوه، الناس كلها ماشيه بالفهلوه، الناس كلها بره ماشيه بالفهلوه وبالاصول وترتيب ربنا طبعا قبل اي شيء. يعني انا مثلا هكلمك عني انا بقى، وانت داخلك ايه؟ بدايه السنه الجديده هبدا صفحه جديده بقى، بس بجد صفحه مزهزهه، بياض بس، وفي العملي منه بقى بطريقه عمليه بجد. في حاجات هعملها، يعني هعملها، واول حاجه هعملها هي الحاجات اللي انا ماجلها من السنه اللي فاتت. زي مثلا الحاجات اللي انا عاملها سيف فور ليتر على فيسبوك، دي مش من السنه اللي فاتت، ده من 2013. عموما يعني مش مهم التوقيت، بس هبدا بيه. المكان ده مليان يا جماعه، مغاره بجد، مليان كل حاجه، مدينه جامعيه، كورسات برمجه تلاقي، كورسات لغات تلاقي، اسباني، انجليزي، ايطالي، موتوسيكلات وعجل واجهزه كمبيوتر ووجبه من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له ابدا وترابيزات بلياردو وبنج، كل حاجه، كل اللغات، كل الكورسات اللي انت ممكن تتخيلها موجوده في المكان. ومش بس كده، ده في انشطه كمان هتلاقيها. يعني هتلاقي طريقه عمل التوميه مثلا، وحمام كداب، وبفتيك ما ترباش، ووصفات تحضير كتير جدا، اكل مش اللهم احفظنا. فانا قررت بقى ابدا بالجزء ده. لا مش هقراه، لا مش هقراه، همسحه خالص. محسسني بالذنب، حاسس ان انا عليا عيب، حاسس اني متخاذل. يعني مش ميسي، لا متخاذل بجد. con Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. Mira, bobo. Nada pasado. انا حاسس ان انا متخاذل بجد. كل ما اخش على فيسبوك واشوف القائمه بتاعت سيف فور ليتر احس ان انا عليا عبء، هم. النوع التاني بقى من الاشخاص ده بيبقى جروب جميل كده، شله صحاب كده جميله زي الفل، شباب زي الفل، كل سنه بيراودهم نفس الحلم: احنا نسيب الوظائف بتاعتنا، كلنا نسيب الوظائف بتاعتنا، نصحى بكره نقدم استقالات، نعمل ريزاين ونسيب الوظائف بتاعتنا ونعمل مشروع. والله مشروع بقى، نعمل قناه يوتيوب مثلا. بلاش يوتيوب ليه؟ الإفيه وحش ولا ايه؟ نخليها كتاكيت؟ نخليها مشروع كتاكيت طيب ولا ايه؟ والله يقول لك احنا لازم نسيب الوظائف بتاعتنا، مفيش وظيفه بتجيب لك $1,000,000 من 9 الصبح ل 6 المغرب. لازم نسيبها، نعمل مشروع ونتعرف ونقبض كده بالدولار والدنيا تزهزه معانا. اللي يقول لك عايز ابقى بلوجر، اللي يقول لك عايز ابقى انفلونسر، اللي يقول لك عايز ابقى فود بلوجر. بالله حضر، بالله جه وهيعمل اللي عليه. واللي بيبقى عايز يفتح جيم مثلا ويستورد اجهزه من بره. وتلاقي معظمهم يا حبايبي في نص السنه الجديده نازلين شغلانه تانية، عشان ما يبقاش من 9 الصبح ل 6 المغرب، لا يبقى من 9 الصبح ل 12 بالليل. بمناسبة الجيم، صح، من ضمن اهدافي ومن الجولز اللي انا حاططها، انا متارجت ان انا اعملها في السنة الجديدة الجيم. هستثمر في الجيم. ساعات بنضطر اننا نكذب علشان ننجي نفسنا. التطوير بيبدأ بتطوير الشكل، بتطوير الجسم. فمن ضمن الاهداف ويا قاتل يا مقتول لازم اعملها ان انا استثمر في اجهزة الجيم. لا انت سمعت صح، انا هستثمر في الاجهزة حرفيا. هشترك في عرض، ادفع سنة واخد السنة الجاية فري، واتكل على الله، ارجع بيتنا وما اروحش تاني، واكمل قعدتي هنا معاكم. والله القعدة معاكم ما يتشبعش منها. لا رياضة ايه؟ مهم العمل الصالح، مهم العمل الخير، وده بيتمثل في الاشتراك اللي انت بتدفعه، وما
تعتبش الجيم تاني. عمل صالح، صدقه جاريه يعني، عمل صالح، عمل خير لباقي الكباتن يعني. النوع الثالث بقى هو اللي بيتفرج علينا دلوقتي ما بيعملش لايك وسبسكرايب. لا بجد ليه؟ وقبل ما نختم عايزين نسمع منكم انتوا كمان في الكومنتات مواقف الساخره او الكوميديه اللي حصلت لكم في بدايه السنه الجديده او معاكم او مع اصحابكم، سواء عن قرارات اخدتها وما كملتهاش او مواقف تانية طريفه عموما بعيدا عن محتوى الحلقه. هنختار اكتر الكومنتات اللي دمها خفيف وكويسه وهنعرضها في الحلقه الجايه ونعمل رياكت لطيف خفيف كده عليها ان شاء الله. فلو عايز تشوف نفسك في الفيديو الجاي ان شاء الله شاركنا بكومنت تحت، قول لنا على اكتر موقف حصل معاك كوميدي او طريف في حياتك. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، مستنيين تعليقاتكم ونشوفكم في حلقه جديده الاسبوع الجاي ان شاء الله. مساءكم لذيذ. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.